يعطيكم العافية غوالي. اليوم راح نعمل وصفة كثير سهلة، كثير اقتصادية، اسمها من الحلويات الفلسطينية. كيفكم يا غوالي؟ اليوم راح نعمل وصفة من التراث الفلسطيني القديم. مكوناتها بسيطة كثير وسهلة، وكان جدودنا يعملوها زمان. تمام. واحنا حاليا بدنا نعمل على احياء التراث الفلسطيني باكثر من وصفة، والوصفات سهلة ومكونات بسيطة. نبلش اول شيء بالقطر. نصنع القطر. طبعا عندنا كوب ونص مي، ونضيف لهم كوبين من السكر. كوبين من السكر نضيف لهم، كوبين من السكر. نحاول نحرك السكر مع المي شوي هيك. تمام. نحطهم على نار طبعا. هسه بس تغلي السكر والمي يغلوا، نرش عليهم نص حبة ليمون أو أقل شوي حتى تعطينا لون حلو كتير. هذول مكونات العجينة. طبعا كوب مي دافي يكون، كوب طحين متعدد الاستعمالات، وكوب من السميد. تمام. ونص كوب من الزيت النباتي. بالإضافة اللي عندنا معلقة خميرة واحدة، معلقة سكر واحدة، وملعقة فانيلا واحدة. تمام. مكونات بسيطة تكفروا بكل بيت. تعالوا خلينا نطبق هسه ايش؟ العجين. تعالوا خلينا نعجن. نجيب بولة زي هيك عشان نعجن فيها. نضيف شوي من مي دافية. نضيف السكر والخميرة والفانيلا مع بعض. نذوبهم طبعا حبتهم. طبعا هيك ذوبناه، الخميرة، السكر والفانيلا. نحط الزيت نصف. تمام. نحاول نحركوا مع بعض. زيت، خميرة، كمل كمية الزيت نصف كوب. تمام. هسه نحط نص الكوب الطحين، نحطه كامل طبعا. طحين هون، كوب طحين، كوب السميد. طبعا السميد ناعم. بلش نعجن بإيدنا. نعجن بهدوء بس تكتل معنا عجينة، تصير عجينة ممتازة. هيك العجينة بكون عندنا جاهزة. طبعا عجينة جاهزة. نتركها ترتاح ربع ساعة ليزيد حجمها ونشتغل فيها. حط أي كيس عندك في البيت ليزيد حجمها. طبعا هاي العجينة بعد ما خمرت ما شاء الله ممتازة. جنب. جيب حط صينية شوية طحين عشان ما تلزق معنا.
العجينة. ناخذ طرف من العجينة زي هيك. هذا بالشكل هذا. نجيب أي أداة نعمل فيها ثقوب زي هيك. ثقوب زي هيك. بالشكل هذا. أول وحدة نجيب ثانية زي هيك، كورها تكوير. دائرة هيك على السريع. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، واحد بالنص بالشكل هذا. ناخذ العجينة على جنب بالشكل هذا. طبعا هي العجينة هيك تمام بالشكل هذا. طبعا بتعمل يعني الشكل اللي يناسبك. انا عملته بشكل دائري، عملت فيه ثقوب. هسه خلينا نشوف على القلي. بس بالقلي هسه ناخذ حبة. هاي هيك طريقة القلي. هاي كمان حبة. طريقة سهلة، لازم نصل للون هذا. لازم يكون الزيت حامي كثير. طبعا زي ما احنا شايفين هاي القلي. طبعا اول ما يخلص قلي وياخذ لون ذهبي باللون هذا بنحطه مباشرة بالقطر حتى يتشرب ويمتص القطر كامل. خليه يتشرب كل القطر الموجود. يتشرب القطر الموجود. طبعا القطر راح يكون فاتر مش بارد حتى يقدر يشربه. نرجع كمان شوي نشوف شو النتيجة. طبعا 5 دقايق تمام. شوف النتيجة. نفتح واحدة. طبعا ساخنة راح تكون. ممتاز. بتشربي كامل القطر والطعم ولا أروع من هيك. هاي هي طرية كثير، طعم رائع جدا. من الوصفات الفلسطينية البسيطة والسهلة اللي كان جدودنا وأهلنا يعملوها زمان. نتمنى عجبتكم الوصفة ودعمونا قناتنا لحتى نكبر فيكم، والله يعطيكم العافية.